انتحرت أكتر من 6 مرات. محدش بيحبني، كل الناس بتكرهني، عايزين كل حاجة في وقت واحد. مين يستاهل في الدنيا اللي انت تنهي حياتك عشانه؟ في حد ممكن يسمعني؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقة رسايل. بس النهاردة الحلقة هتبقى مختلفة شوية. هي تعتبر من أصعب الحلقات اللي احنا طالعين نتكلم عنها، وكان مضمون الرسالة فيها بيقول: دينا، أنا بجد ارتحتلك قوي من بعد ما سمعت الفيديو، بس عايزة أقولك على حاجة. أنا حاولت كام مرة أموت نفسي وانتحر. أنا واحدة عندها 21 سنة انتحرت أكتر من 6 مرات، وكان نتيجة الانتحار ده دايما بينتهي بالفشل. عشت مع والدتي شوية ومع والدي شوية لأن هما كانوا منفصلين. كل ما أعمل حاجة بابا يجي يقولي: انت شبه مامتك، انت نسخة منها، أنا بكرهك. أنا ذنبي إيه؟ حسيت إن طول الوقت محدش بيحبني، كل الناس بتكرهني، فكان أقرب طريق إن أنا أروح له هو الانتحار. الرسالة دي مش رسالة عادية، وجي زيها أكتر من 6 رسائل تانيين، كلهم لحالات وصلت للانتحار وجم لآخر لحظة معرفوش ينتحروا، أو كل المحاولات بتاعتهم فشلت. وده خلانا نبقى عندنا مسؤولية كبيرة قوي ان احنا نطلع نتكلم عن الحلقة دي ونتكلم يعني ايه انتحار، وازاي كذا مرة ان حد بيوصل للحالة دي يبعتلي مسج لمجرد ان انا ألحق الشخص ده من الانتحار والحقه ان هو يموت نفسه، والحق وكانت الصدمة ان انا ازاي نفس ممكن تموت في ثانية وانا ابقى سبب، او كلمتي سبب في ان هو يوقف ويتراجع عن الموقف ده. فعشان كده طلعنا واخترنا ان الحلقة دي نتكلم فيها معاكم عن كل التفاصيل اللي بتخلينا نلجأ للانتحار، او نلجأ للمرحلة الأخيرة، ودي آخر مرحلة أنا عمري وما تخيل ان ممكن حد يوصل لها، برغم ان هي الوصول ليها سهل قوي. في اكتر من حد عمل كده واكتر من حد، ونسبة الانتحار في العالم كبيرة جدا، ومعظمها بيكون سبب الاكتئاب والحالات النفسية اللي الناس بتتعرض ليها. فبتلاقي ان فجأة الحياة اسودت ومش عارفين يعملوا ايه، فبيختاروا ان هم ينتحروا. اول سؤال بس عايزة اوجهه للناس اللي فكرت في الانتحار ولجأت له: مين يستاهل في الدنيا اللي انت تنهي حياتك عشانه؟ ايا كان الشخص، عشان ايه؟ وهل الشخص اللي انت شايفه هتنهي حياتك عشانه ده هيفكر فيك بعد الانتحار بساعة واحدة، ولا هيقول عليك الله يرحمه، مات كافر، مات مذنب؟ فانت هتبقى خسرت حياتك وخسرت نفسك وما استفدتش حاجة. لو فاكر ان الانتحار اخره ان انت هترتاح، لا، انت مش هترتاح. انت كنت متعذب في الدنيا وهتتعذب في الاخرة. ربنا عمره ما هيرضى عن اللي انت بتعمله ده، مهما بلغت احزانك ومهما اتعرضت لحاجات كتيرة وجعتك، عمر ما كان ده الحل. المشكلة ان احنا اتباع لنا الوهم واتباع لنا السعادة على السوشيال ميديا، فابتدينا نحس ان حياتنا وحشة، حياتنا مش شبه الناس اللي حوالينا. عايزين حب كامل، وعايزين غنى، وعايزين كل حاجة في وقت واحد، ومش دي الحقيقة. بنلجأ للانتحار لأسباب كتيرة قوي، منها من ضمن الرسائل اللي بعتتلي قصص حب فشلت، قصص حب كنا خارجين منها وحاسين ان الدنيا اسودت وان ده اخر حاجة، وان احنا مش هنلاقي حد تاني نحبه بالطريقة دي، مش هنلاقي الشخص ده تاني بمواصفاته. بنفتكر ذكرياتنا الحلوة معاه، فبيكون النتيجة والنهاية ان احنا خلاص قافلين على نفسنا، مش عايزين حد تاني يخش حياتنا، وحياتنا بتسود بعدها، فبنلجأ للانتحار. كل طفل حتى عايش في بيت أهله حاسس ان هو مقهور من كل اللي حواليه، أول حاجة بيلجأ ليها الانتحار دلوقتي. ليه؟ ليه نفسك بقت هينة عندك قوي كده وعايز تنهي حياتك عشان أشخاص انت أصلا مش هتفرق معاهم في حاجة بعد ما تمشي؟ ايه حجم الابتلاءات اللي جاتلك ما جاتش لغيرك قبل كده عشان تبقى انت أول واحد تهرب منها وتبقى عايز تنتحر؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو أكتر واحد وقعت عليه كل الآلام اللي في الدنيا عشان يكون نموذج يعني نقتدي بيه حتى في الألم. النبي فقد زوجته وفقد كل أولاده ما عدا السيدة فاطمة، ومع ذلك فضل صابر وراضي بقضاء ربنا والصبر عند الابتلاء دي من ديننا، إن احنا لازم لما نتعرض لأي نوع من أنواع البلاء نصبر. انت مش أول واحد هيقع عليك الألم والوجع، مش أول واحد تتوجع، مش أول واحد حياتك تسود قدامك. في ناس كتيرة قوي اختارت الطريق السهل ان هي تمشي وتسيب الناس وتنتحر، وده مش حل.
والنتيجة كانت ان اي حد، انا بس عايزة هقول لكم معلومة صغيرة. ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان في حد انتحر، وكان رد فعل النبي ساعتها ان هو ما صلاش عليه. فمعنى ذلك الفعل ده لا هيرضي ربنا ولا هيرضي الرسول ولا يرضي اي حد، ولا هيخليك راضي عن نفسك لا دنيا ولا آخرة. معظم الناس اللي بعتت لي رسائل انتحار كانت أزمتهم دايما بتكون موجودة جوه البيت. أزمتهم مع أهاليهم، مع أمهم، مع أبوهم، كانوا بيتعرضوا لأذى نفسي كبير قوي أهاليهم ما يعرفوش عنه حاجة، منه إن هم بيتعرضوا لأنواع من التنمر هم مش قادرين يخرجوا من الدايرة بتاعتها. حاسين إن طول الوقت هم حد مش مرغوب فيه في البيت، حد ملوش لازمة، حد شكله وحش، حد سلوكه وحش. المشكلة ان احنا ممكن نخلي حد ينتحر من غير ما نحس. ممكن كلمة صغيرة بنقولها بتريقة لحد تكون سبب في موته واحنا مش حاسين. يا جماعة، مشاعر الناس مش زي بعضها. في شخص ممكن يقف ويكابر ويرد ويعرف ياخد حقه كويس قوي من الناس، وفي شخص تاني ممكن كلمة صغيرة تكسره وتموته وتقتله وتخليه يروح فعلا يفكر في الانتحار 1000 مرة. في أنواع من الناس نرجسيين كده، هم بيتغذوا طول الوقت على مشاعر الناس اللي حواليهم. العلاقة دي بالنسبة لك كانت علاقة عابرة وعايز تخلص منها ومش عارف، يعني خلاص أخدت وقتك معاها، أو كنت مرتبط ببنت أو قصة حب أو علاقة زوجية وزهقت ومش عايز تكمل. ممكن وانت خارج من العلاقة دي تخلي الشخص اللي قدامك هو مش قادر يخش علاقة تانية بعدك، هو كره الدنيا وكره الناس ويلجأ ساعتها للانتحار، لأن هو خلاص حس ان انت كنت كل أمله في الدنيا وخد كل، يعني شاف نفسه بعينك وانت ما كنتش أمين كفاية ان انت توصله صورته كويس لنفسك. احنا دايما بنشوف مبدأ الانتحار ده كبير قوي وحاجة مش أي حد ممكن يوصل لها بسهولة. بس أنا عايزة ألفت انتباهكم لنقطة يعني صغيرة قوي. الشخص اللي بينتحر ده بيكون واثق فيك أو واثق في العلاقة اللي أدته الانتحار ده ثقة عمياء. هو بيبقى شايف نفسه في عينك. لو انت قلتله انت وحش او انت انسان سيء او مش مكمل معاك عشان انت اسوأ واحد شفته في حياتي، هو هيشوف نفسه كده. الثقة اللي خدها منك وانت اديتها له هي ممكن تخليه او تخليك انت اللي تموته بايدك وانت مش حاسس. الناس اللي بتقعد تتنمر على ولادها وتتنمر على الناس اللي حواليها فيجيلهم أزمة نفسية واكتئاب وممكن يناموا ما يقوموش تاني. احنا بنستغرب، هو محدش عمل له حاجة، ده نام ما قامش تاني. الموضوع صعب قوي يا جماعة. الموضوع أكبر من إن حد اختار يقتل نفسه بإيده أو يدمر نفسه بإيده. هو وصل قبل ما يوصل للمرحلة دي، هو عاش حياة أو دنيا اسودت في عينه، هو مش عارف هو ايه اللي بيحصل فيه. خلاص بقى بالنسبة له ما عندوش ثقة في كل اللي حواليه، كره الناس كلها، ما بقاش بقى عايز يختار يعيش برا الدنيا اللي هو شايف فيها كل خداع، والناس اللي فيها بقاش عنده ثقة فيهم وعمالين يهنوه وعمالين يكسروا فيه. فهو كان الطريق الأسهل ان هو يمشي ويسيبها. أول ما تحس ان الشخص اللي قدامك بدأ في مراحل الاكتئاب، ما تستهونش بالمرحلة دي. لازم تنصحه ان هو يروح لطبيب نفسي، لان مش عيب يا جماعة ان احنا نروح لدكاترة نفسيين ونحس ان احنا عندنا مشكلة حتى لو المشكلة صغيرة. مش لازم نستنى المشكلة لما تكبر وتوصلنا للانتحار عشان نحس ان احنا عندنا أزمة. كل أم فاكرة بنتها بتقول لها كلمة بسيطة، يا ماما أنا مش قادرة أكمل، أنا نفسيتي تعبانة، وتقول لها بس وتفتكر ان دي حاجة عادية. لا، خلي بالك ان دي ممكن تكون بداية اكتئاب، والاكتئاب ده يوصلها لمرحلة وحشة قوي انتي في غنى عنها. ركزوا قوي مع ولادكم ومع تفاصيل صغيرة قوي ممكن تحصل منهم بتكون بتدل على أزمة نفسية وانتم مش واخدين بالكم منها. في طرق كتيرة قوي برضك بحس ان المنتحر بيوصل لها قبل ما يوصل لمرحلة ان هو يفكر في الانتحار. منها ان هو يعمل كل حاجة غلط، كل حاجة مش شبهه، كل حاجة حاسس ان هي ايه المشكلة، انا هعمل كل حاجة وحشة ادام انا وحش. دي من ضمن الطرق اللي ممكن يلجأ لها. بس سألتوا نفسكوا سؤال، هو ليه الطريق ده اللي احنا بندور عليه؟ احنا ممكن يكون قدامنا الحل ومش لاقيينه او مش باصين عليه. احنا اول ما نحس ان احنا جالنا اكتئاب ومبقاش لينا حد، لازم نلجأ لربنا ونفكر 1000 مرة ان احنا جايين الدنيا دي اصلا عشان نرضيه مش عشان نرضي اللي حوالينا.
أسباب الاكتئاب اللي بنوصل لها من الناس اللي حوالينا والصدمات اللي عمالين ناخدها يمين وشمال من كل حد حوالينا، إننا رافعين سقف توقعاتنا في الناس، وإن احنا المفروض أدام بنتعامل كويس مع الشخص اللي قدامنا إن هو يبادلنا بنفس الشعور. مش كل الناس شبه بعض، ومش كل الناس نفوسها سوية عشان تعاملك بنفس أخلاقك. حاول تنزل سقف طموحاتك من الناس شوية وتعامل ربنا فيها. عايز تبقى معطاء، تبقى عارف ان العطاء ده انت مديه لربنا مش مديه للناس. عايز تفضل تطبطب، فانت بتطبطب مش عشان اللي قدامك يستاهل الطبطب، لا، انت عشان بتعامل ربنا فيه. عايز ما تكذبش عن اللي قدامك حتى لو هو بيكذب عليك، فانت عشان بتعامل ربنا. فلو وجهت كل معاملاتك لربنا وحسيت ان الناس دول اصلا موجودين عشان يغلطوا، وعشان هما مش المفروض ان احنا نبقى في المدينة الفاضلة وكل الناس اللي حوالينا بيتعاملوا معانا كويس ويحبونا ويطبطبوا علينا، هتعيش مرتاح قوي. مش هتفكر في الانتحار ولو لحظة، ولا هتكتئب، لان كل واحد في الاخر بيتحاسب عن نفسه. كل واحد، لو انت عشت مش مستني حاجة من اللي قدامك فهترضى بالقليل. ما تفكروش طول الوقت ان انت لو بتعامل شخص وبتحبه قوي فهو هيبادلك نفس الحب، لا، مش شرط. لو اتعاملتوا بالمنطق ده وبالطريقة دي هترتاحوا، وهتحسوا ان انتوا جايين الدنيا وماشيين عشان خاطر انتوا جايين اختبار وماشيين منه، مش عشان ترضوا اللي حواليكوا ولا اللي حواليكوا كمان يبقى راضين عنكم. في ناس كتيرة قوي لما بيجيلي مسجات برضو مش مكتئبين عشان ينتحروا، هو مش الاكتئاب بس اللي بيؤدي للانتحار. في ناس خلاص اعتدت على النعم اللي حواليها، وحاسين ان مفيش جديد من كتر ما حياتنا بقت مليانة حاجات كتيرة قوي احنا شايفينها عادية. يعني في ناس حست ان هو انا ليه ما بقاش عندي زي فلانة، هو انا ليه ما اتجوزش، هو انا ليه قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز، انا حياتي وحشه. من ضمن الرسائل اللي جات لي رسالتين عكس بعض. واحده بتقولي دينا انا عندي كل حاجه، كل حاجه تتخيليها ومش مبسوطه، وحاسه ان انا طول الوقت عندي اكتئاب، وناس كتيره اقل مني معهاش فلوس ولا عندها اللي عندي وعايشه سعيده. فانا مش عارفه ليه الاحساس ده. اوقات اعتيادنا على النعم بيخلينا خلاص حاسين ان دي حاجه بقت موجوده معانا ومش هتروح مننا وتمام. انا بالنسبه لي حاسه ان الحل للموضوع ده ان احنا طول الوقت نفكر نفسنا بالنعم. هو انا صحتي كويسه، الحمد لله، دي نعمه كبيره قوي، فساعتها هشيل جزء من الاكتئاب. هو انا معايا فلوس، دي نعمه كبيره قوي انا برضو مش حاسه بيها. هو انا عندي ولاد، دي نعمه كبيره قوي مش عند غيري. هو انا جوزي كويس، دي نعمه كبيره. اوقات كتيره لما نقعد نفكر نفسنا بالنعم الاكتئاب بيروح واحده واحده. اقول هو انا مكتئبه ليه وعندي كل الحاجات دي؟ امال الناس اللي ما عندهاش دي الحاجات دي تعمل ايه؟ برضك من ضمن الحاجات اللي بقت تجيب للناس اكتئاب واللي انا لاحظتها مؤخرا على السوشيال ميديا، مش هتصدقوا، الدريسنج روم. فكرة ان كل عروسة داخلة لازم يبقى عندها دريسنج روم، بدل اللبس 10 و20 و30. انتوا عارفين ان الفكرة دي اصلا منافية لحياتنا وتقاليدنا وديننا؟ احنا متعودين ان احنا كل ما نجيب لبس جديد لازم نستغنى عن القديم. تخيلوا ان احنا بقى يتسوق لنا ويتباع لنا واحنا بننفذ كل حاجة عشان فكرة ان احنا نبقى نطلع ترند، وان احنا نبقى شبه الناس، ان احنا واحدة واحدة النعم اللي كانت في ايدينا بتروح واحنا مش حاسين، واحنا اللي بنضيعها بايدينا. هو لما بنقعد نفكر كده، هي ليه الصدقة بتخلينا دايما مبسوطين؟ فكرت في لحظة كده وانت بتطلع حاجة لله بتبقى راجع مبسوط قد ايه، وحاسس انت عملت عمل عظيم حتى لو مبلغ صغير؟ عارف ليه؟ عشان بتحس ساعتها ان انت في نعمة، وان انت معاك فلوس وغيرك مش لاقي، فبيجدد عندك شعور النعم، وان انت ما تعيش مكتئب، وان في ناس كتيرة قوي اقل منك ومحتاجة النعم دي اللي هي في ايدك وانت مش حاسس بيها. من كتر ما احنا خلاص اتعودنا على النعم، وبقى عندنا بدل الطقم 110 و20، وبدل الشنطة 20، وعمالين نحطهم وفرحانين وبنرصهم جنب بعض في الدريسنج روم. ولا ده الدريسنج روم بتاعتي اكبر من بتاعتها، وبقى عندي كل انواع الميك اب وكل انواع اللبس وكل انواع، وبقى عندي بدل العربية 2 و3. كل الحاجات دي على فكرة مش هتبسطك، وحتى لو هتبسطك لثواني. لو ما حسيتش ان انت ليك دور في المجتمع وان انت بتسعد حد غيرك هتعيش مكتئب، لان دي سنة الحياة، ان انت ما تعيش لنفسك. فممكن يكون من درجة من درجات الاكتئاب ان انت
قافل على نفسك حتى في النعم اللي في ايدك، مش بحسس اللي حواليك بيها، او مش بتطلعها شوية للي حواليك فتحس ان انت الله، ده ربنا اكرمني بحاجات كتيرة قوي انا ممكن غيري يستفاد منها. حاولوا تشتغلوا شوية، تشتغلوا على اللي حواليك وهتحسوا فرق كبير قوي، والاكتئاب هيروح وهتحسوا ان انتوا ليكوا دور. على فكرة، حتى الناس اللي معهاش فلوس وعندها اكتئاب، انت عندك دور. لو جبرت بخاطر حد انت هيفرق معاك كتير وهيفرق في نفسيتك، مش هتبقى مكتئب. ادوارنا مش ان احنا نقعد نخدم بعض في حاجات عادية، ادوارنا ان احنا الخدمة اللي بنخدمها للي حوالينا وجبران الخاطر ده يحسسنا احنا ان احنا كويسين ومبسوطين، مش يحسس اللي قدامنا اللي احنا بنعمله حاجة. فكل واحد لو اشتغل على نفسه واشتغل على الحاجات اللي مطلوبة منه واللي ربنا قال لنا عليها، احنا هنرتاح كتير قوي، هنرتاح كتير جدا، ولا هيبقى عندنا اكتئاب ولا هنفكر ننتحر. وهنعرف ان احنا جايين الدنيا دي عشان نبتلى، مش عشان ناخد اجر بس على ان احنا صابرين. احنا بنصبر على الابتلاء، ومن انواع الابتلاء ده ان احنا يبقى عندنا ألم كتير قوي هيوصلنا للاكتئاب، وهنخرج من الاكتئاب وهنكمل. وأي حد ممكن نحس إن حوالينا مكتئب نجري نساعده، عشان مساعدتك ليه وكلمتك وجبران خاطرك ليه ممكن تمنع نفس إن هي تموت. وده أعظم حاجة. يعني أنا مش عارفة بعد كده ممكن تفكر في إيه تاني. الرضا، لو إحنا راضيين عن حياتنا لا هيجيلنا اكتئاب ولا هنفكر ننهيها. لأن الرضا بيجي من عند إن أنا نازلة الأرض وعارفة إن أنا في دار اختبار وابتلاء، فعارفة ان لو حصل لي حاجة، لو ابني تعب، انا عارفة ان ده من عند ربنا، هقول الحمد لله. احنا اوقات كتير قوي بنتفرج على ناس ما عندهاش اي حاجة ولاقيها مبسوطة وبتضحك، ومبسوطة اكتر من ناس كتيرة معاها فلوس، واكتر من ناس كتيرة عايشة حياتها. ليه؟ عشان عندهم رضا وايمان بالقضاء والقدر، وعارفين ان اي حاجة هتحصل هي من عند ربنا، الخير من عند ربنا، واي ازمات ربنا بيحطنا فيها هي بتبقى من عند ربنا. لو علاقة فشلت وما كملتش، ما تزعليش وما تزعلش، ما تكتئبش. ربنا كاتب لك علاقة أحسن، وربنا قال لنا إن بعد العسر يسر. هو أكيد بعد العسر في يسر، مش احتمال. انت أكيد بعد أي وجع هتتوجعه هيبقى ربنا هيجبرك جبر حلو قوي انت لسه ما خدتش بالك منه. ممكن ما تديش يعني ما اديتش نفسك فرصة ان انت تشوف الجبر ده عشان استعجلت واكتئبت ورحت تفكر في الانتحار. لكن لو استنيت شوية كمان هتشوف الجبر ده، وهتشوف ان حياتك اللي جاية كانت احلى من اللي انت راسمها لنفسك. علاقتك اللي انت ربنا نهاها لك دي عشان هي ما كانتش فيها خير ليك، هتحس ان الله يا ربي النهاية كانت احلى عشان انت اللي رسمتها لي. انا ازاي كنت معترض على ان العلاقة دي فشلت؟ ازاي كنت معترض ان هي ما كملتش؟ ازاي كنت معترضة على المرض اللي جالي ده كشف لي حاجات كتيرة قوي انا ما كنتش عارفة. ده انا بقيت احسن، انا بقيت علاقتي بيك احسن يا رب بعد المرض ده. انا بعد الصدمة اللي انا خدتها دي بقيت انسان تاني. كل الناس الناجحة في حياتها اتعرضت لصدمات واكتئاب عشان توصل اللي هي فيه، بس الفرق بينها وبين الناس اللي راحت انتحرت ان هي كان عندها إرادة. الإرادة هي اللي هتخليك تكمل. كلنا بنعدي على مراحل اكتئاب، وكلنا فكرنا في الانتحار، مفيش حد على وجه الأرض ما فكرش ينتحر أو ما جاتش في دماغه الفكرة. أكيد جات في دماغه في مرة، بس ده من الشيطان، ان هو يخليك خلاص دي آخر مرحلة، يحسسك باليأس، ان مفيش خير، ان ربنا مش واقف جنبك، ان لا مفيش حاجة هتتغير. لا، أول ما تحس ان انت الدنيا انتهت تعرف ان في بداية جديدة مستنياك، بس بتقولك اصبر وخلي عندك إرادة عشان تقدر تكمل.